السلام عليكم ورحمة الله. اليوم خيرت لكم البنيون، سهل وسريع التحضير، يوجد في 5 دقائق. يعني في وقفة توجديه، مثلا تكون عندك مناسبة ولا عرضة في الدار وحبيتي تنوعي في ليكاتو، فديري هذا البنيون، أكيد راح يعجب الكبير والصغير. وراح نوجدوه ب3 مكونات فقط. يلا راح نروحوا للكوزينة نشوفوا طريقة التحضير، ولكن دائما نفكركم ما تنساوش ديروا اعجاب، خلوا جيم لهذا الفيديو، واذا مازال ما درتوش اشتراك في القناه وحبيتوني وحبيتوا المحتوى، مرحبا بكم، ادعموني. شكرا، بارك الله فيكم. قسمت لكم حبيبه باش تشوفوه كيفاش يجي. شوفوا يعني الشكل ما شاء الله، يعني يفتح النفس. وحتى اللون تاعو جا هبال صراحه، انا عجبني. وشوفوا الطري يجي يدوب في الفم، يجي بزاف رطب. بالنسبه للمكونات نستحقوا شوكولا بلون، شوكولاته بيضاء قطعتها قطع صغيره وذوبتها في الميكرووند، ولا ذوبوها على حمام مائي. دائما نعاود نفكركم ان الشوكولاته البيضاء ما تستحملش الحراره بزاف، في الساعه تذوب. وانتم ثاني عاونوها بالملعقه. هنا من بعد اللي ذوبتها زدت عليها ملعقتين كبار من الزيت، وانتبهوا معايا. هنا انا راني راح ندير كميه قليله من البنيون. نتوما اذا حبيتوا كميه كبيره فلازم تضاعفوا الزيت للشوكولا. مثلا نقولوا درتوا 250 ولا 500 غرام من الشوكولاته البيضاء، فكميه الزيت راح تزيد، ديروا 3 ملاعق حتى 4 ملاعق من الزيت، لانه هو اللي راح يطري لكم البنيون. على بالكم باللي الشوكولا تجمد وتقساح كي نجو ناكلوها تولي يابسه، فالزيت هو اللي يخلي لكم هذاك البنيون اللي يجيكم مطري ورطب. صاي نورمالمون تكون مفهومه هاد النقطه. المكون الثالث كاس من البسكوي اوريو يكون مطحون. اذا ما كانش متوفر لكم الاوريو تقدروا تعوضوه بالماكسون عادي. هنا جبت لومول اللي راح نخدم فيه هاد البنيون، راح نعمرهم كما راكم تشوفوا، عمروهم مليح. ومن بعد نرفد اللومون نخبطو شويه باش يدي كاع هذيك لا فورم ويجي مستوي، ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه. ندخلو للمجمد للكونجيلاتور مابا 5 دقائق، هذيك الشوكولا تشد روحها ويجمد. نديمو ليهم، لاحظوا معايا كيفاش جا يعني اللون تاعهم جا بزاف شباب. بالنسبه للتزيين هنا جبت ملعقه من الشوكولاته الايطالي وملعقه من الكابريز ولا الكراميل. هادو زوج مكونات خلطوهم مع بعض وعمرت بهم الحفره اللي في الوسط. والتزيين زينتهم بالكاوكاو، بما انه مخدوم بالكاوكاو، كاوكاو محمص ومطحون خاشن كما راكم تلاحظوا معايا. بالنسبه لهذاك الفراغ في الوسط عمروه بوش حبيتو، بالنسلي، بشوكولاته الايطالي، بالكراميل اللي متوفر عندكم. هذه هي الحلوى تاع نهار اليوم ولا البنيون، وصفه خفيفه ظريفه، ولكن صدقوني راح تعجب بزاف وليداتكم. وبالنسبه للحلاوه جات حلوه شويه، ماشي حلوه حتى هذاك الحلاوه اللي نترجو منها. كاين دي فوا حاجه تكون حلوه ما تقديش حتى تفوتيها، نترجو كيما نقولوا منها. حلوه نورمال، الحلاوه تاعها عاديه. مي بون ما تكتروش منها، ما تكتروش، قولوا نصف حبه من بعد زيدوا كملوا النص. ولا شوفوا عندكم حليمون اللي يكونوا صغيورين ديروها في هذوك ليمون، واحد كي يرفد حبه يعني ما تهلكوش. هذه هي، ما تنساونيش من تعليقاتكم الطيبه، ونتلاقاو في فيديو اخر. سلام.